اليوم راح نحضروا باذن الله بوراك تركي على طريقتي. وباش نحضروا هذه الوصفه يلزمنا كاس ماء، نص كاس زيت، مغرفه صغيره ملح، فرينه باش نلموا العجين. وبالنسبه للتوريق نحتاجو زيت وعندنا مايزينا. اذا راح نبدا على بركه الله. راح نحط كاس تاع الماء، نضيف عليه نص كاس تاع الزيت، ونضيفوا الملح مغرفه صغيره. راح نخلط هذه المكونات مع بعض. اذا الوصفه تاع اليوم تشبه بزاف الوصفه تاع الكوكا اللي كنا حضرناها في الفيديو السابق مع بعض، لاني نقصت الزيت، يعني نفس الطريقه غير نقصت شويه الزيت. وصراحه هذه الفكره كانت فكره واحد الاخت اللي نشكرها بزاف، اللي هي عايشه غزال. اذا بعد ما حركت الزيت تاعي والماء مع الملح راح نبدا نضيف الفرينه غير بشويه. راح نضيف الفرينه بهذا الشكل. وانا اليوم راح نخدم لكم بلا غوش، لانه كما راكم تشوفوا جرحت صبعي بالموس تاع الميكسور. اذا راح نخدم بلا غوش هكذا غير بشويه حتى نتحصلوا على العجينه. كما نعرفوا هذه العجينه ما تحبش يعني ما تدلكيها، ما غير تلميها. ما قلت لكم تشبه بزاف لاباط تاع الكوكا، يعني نفس الوصفه غير اني نقصت الزيت. اذا هاوليكم العجين اللي تحصلت عليه، لازم ما يجيكمش طري. اذا الان راح نكور العجين تاعي، راح نديرو كرات هكذا، يعني الكرات تاعنا ما نديروهمش صغار، يعني نديروهم قد حبه المندرين بهذا الشكل. وني وجدت سنيوه غبرتها بالفرينه، راح نحط فيهم هاد الكرات تاعي. ونخليهم يريحوا من 10 دقائق حتى لربع ساعه. وبالنسبه هنا للكرات هادو ما لازمش نغطوهم، يعني نخلوهم غير هكذا. بعد ما كورتهم كما قلت لكم ما لازمش نغطوهم، يعني نخلوهم هكذا، لانه اذا غطيتوهم راح يزيد يطلقوا الزيت اللي فيهم. غبروهم بشويه فرينه، راح نخليوهم يريحوا 15 دقيقه ومن بعد راح نرجعوا نشوفوه. بعد ما خليت العجين تاعي يريح راح نبداو نفتحوا الكرات تاعنا، نفتحهم بالفرينه. يعني نفتحوه غير شويه. وبعد ما فتحناه راح نجيبو الزيت والمايزينا، راح نخدمو كريمه بالزيت والمايزينا بهذه الطريقه، يعني نفس الخطوات اللي خدمنا بهم قبل في الكوكا. نخدمو كريمه. نحاولوا شويه الكريمه تاعنا تكون سائله. نضيف لها شويه زيت. هاي لكم خلطوها مليح. اذا هاي لكم الكريمه اللي تحصلنا عليها.
اذا راح ندهنوا هذا العجين بالكريمه، وراح نجيبوا سنيوه ولا طبسيل نحطوا فيه هاد العجينه، ولازم ندهنوه بالزيت باش ما تلصقليش العجينه تاعي هكذا. ونحط هاد العجينه اللي فتحتها باش نرفدها نحطها. راح نكمل كامل الكرات تاعي، راح نديرهم نفس الطريقه، وما لازمش نحطهم فوق بعضهم، يعني كل وحده نحطوها في حاجه اخرى، ما لازمش نحطوهم فوق بعضهم. اذا بعد ما كملت فتحت كامل العجينه تاعي، راح نجيبوا العجينه الاولى، يعني انا ما خليتهمش ريحوا، يعني ما جيت نكملهم، العجينه الاولى ارتاحت صاي. نجيب العجينه اللي فتحتها الاولى نحطها هنا امامكم، ونعملوا نفس العمليه اللي كنت سبقت وعملتها في البوراك التركي. يعني انا الوصفه يعني اللي عملتها قبل هي الوصفه الاصليه. نحاولوا نفتحوها بهذه الطريقه. هاي لكم نريد نفتحها من هذه الجهه. نحاولوا نفتحوا الاطراف مليح هكذا. يعني هذه الوصفه ما لازمش تفتحيها كبيره بزاف، تفتحيها غير هكذا، انه ما تخافيش منها، مش راح تعجن لك، راح يجيك الطوريق. نفتحها غير شويه باش يجينا الحربوش تاعنا شويه طويل. اذا بهذه الطريقه نحاول نفتحو شويه في الوسط باش ما تجيناش معجنه. اذا بعد ما فتحته راح نجيب الكريمه تاعي اللي عملتها بالمايزينا ولا والزيت، راح ندهنها دهنه خفيفه، يعني مش كيما المره الاولى. المره الاولى تدهني عادي، لكن هذه المره ديري طبقه خفيفه، يعني غير بشويه هكذا باش ما تقطعلكش الخشينه، باش ما تقطعلكش العجينه عفوا. وراح نجيب الحشو تاعي ونجيبوا الجبن، يعني بالنسبه للجبن اي جبن متوفر عندك في البيت تقدري ديريه. راح نبدا نحط الحشو تاعي. يعني بصراحه هذه الفكره اقترحتها عليا واحد الاخت اللي هي عايشه غازال، نحييها بزاف، واقترحت عليا الوصفه تاع الكوكا، لكن انا لما جربتها يعني هنا في هذه الوصفه هذه تاع اليوم نفتحوا العجينه تاعنا وندهنوها، يعني تقدري تفتحيها رقيقه، تمد لك الطوب باش تفتحها رقيقه. اما العجينه تاع الكوكا يعني فيها الزيت ما تتقطع، ما تعطيكش الطوب باش تفتحيها رقيقه كيما هكذا بهذا الشكل يعني. ولما جربت هذه الوصفه يعني نقصت الزيت، عجبتني، جات خفيفه بزاف، جات روعه. لهذا درت لكم اليوم الوصفه هذه، ونتمنى انك تجربيها يا عايشه غازال بهذه الطريقه. وراح نجيبو سنيوه تاع الفور. انا هنا حطيت فيها البابي كويسون. كما تعرفوا هاد العجينه كما قلت لكم تشبه بزاف العجينه تاع الكوكا، يعني ما تلصقش. اللي تحب دير البابي كويسون ديروا، اللي ما تحبش ديروا عادي، يعني انا نفضل اني نديرو لانه يحافظ لي على السنيوه. انا راح نكمل كامل العجين تاعي بهذه الطريقه. اذا بعد ما كملت شكلت كامل العجينه تاعي، بقى لي هذا الحربوش الاخير، راح نديره لكم بشكل مخالف، يعني تقدروا تشكلوه هكذا على شكل حلزوني.
وراح نجيبو حبه تاع بيض، ونجيبو شويه خل يعني نص مغرفه صغيره، وندهن بهم وجه البوراك تاعي. وكما قلت لكم انا سبقت وحضرت وصفه البوراك التركي يعني الاصليه، راح نخلي لكم الرابط تاعها اسفل الفيديو. يعني وهذه الوصفه تاع اليوم هي على طريقتي. راح نجيبو موس ونقطعوه، يعني تقطيع اختياري، تحبوا تقطعوه على زوج، انا راح نقطعوه على 3، ونزينوه بالجلجلان، اللي يحب ثاني يضيف السانوج هكذا. والفور تاعك لازم يكون مسخن من قبل على 200 درجه. راح نشعلوه غير من التحت، كي نشوفوه طاب من التحت راح نشعلوه من الفوق باش يتحمر. بعد ما جبدناه من الفور كما راكم تشوفوا راح نقطعوه. انا راح نوري لكم حبه، يعني هذه الوصفه انا سيتها قبل ما نصورها، والله هي رائعه ان شاء الله ربي يبان لكم التوريق، يعني تجي مورقه، خصوصا الاخوات يعني اللي جربوا الكوكا واللي ما شافتش الوصفه تاع الكوكا، راح نخلي لها الرابط في صندوق الوصف. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه لانها ناجحه 100%، وتخليوا لي رايكم في لي كومونتير، ونتمنى انكم تدعموني وباشتراككم في القناه حتى يصلكم كل جديد، ونلتقي في وصفه جديده. السلام عليكم.